في سبتمبر 73 قرر الرئيس السادات ينفذ أهم عملية في خطة الخداع الاستراتيجي. وقتها كان مسافر عشان يحضر مؤتمر عدم الانحياز في الجزائر، وقرر إن ده الوقت المناسب للتنفيذ. السادات قبل ما يسافر اجتمع مع مدير المخابرات وكلفه بتسريب معلومة إن الرئيس مصاب بمرض عضال ومحتاج يسافر يتعالج في أوروبا، وقال له سرب المعلومة وأنا موجود في الجزائر. والمخابرات المصرية كان عندها معلومات عن دبلوماسي جزائري شغال لحساب الموساد في باريس، وبحكم عمله الدبلوماسي بيتنقل بحرية بين الجزائر وفرنسا. الخطة المصرية اعتمدت على تسريب خبر مرض السادات للدبلوماسي الجزائري عن طريق دبلوماسي مصري شغال من مدة طويلة في سفارتنا بالجزائر، وفي نفس الوقت شغال مع المخابرات في السر. وبدأ التنفيذ، والمخابرات كلفت الدبلوماسي المصري يصاحب الدبلوماسي الجزائري في مؤتمر عدم الانحياز بأي طريقة. وفي اليوم الرابع للمؤتمر كانت ساعة الصفر. الدبلوماسي المصري طلب من الجاسوس الجزائري يساعده يلاقي بيت أو فيلا فخمة بشرط تكون هادية وعلى أطراف باريس، وقال له أنت بقالك سنين بتروح فرنسا وأكيد ليك معارف وهتقدر تساعدني. الدبلوماسي الجزائري سأل عن السبب، فقال له هقول لك لكن أرجوك يفضل سر بينا. البيت هينزل فيه الرئيس السادات بعد أسبوعين، وتحديدا في أوائل أكتوبر 1973. وقال له كمان الرئيس مريض ومحتاج يزور طبيب فرنساوي شهير متخصص في المرض اللي عنده، وحكى له إن الرئاسة المصرية اتفقت بشكل سري مع الطبيب ده عشان يعالج السادات سرا في عيادته في باريس. الجاسوس الجزائري وافق ورحب بالمساعدة، وفعلا جاب له الفيلا في باريس، وكمان ادوله عمولة عشان المسألة تكون محبوكة على الآخر. وطبعا المعلومات وصلت إسرائيل بشكل فوري، وزي ما بتقول الوثائق الأمريكية السادات اختفى بعد ما رجع من الجزائر على مصر، وابتعد عن الإعلام تماما كأنه مسافر بالظبط. ومش بس كده، بأمر من السادات المخابرات المصرية عملت حراسة قوية على الفيلا اللي في باريس بشكل خلى الموساد والمخابرات الأمريكية يتأكدوا إن الرئيس جوه. ونتيجة قصة التمويه العظيمة دي كانت تقديرات الإسرائيليين والأمريكان إن السادات عمره ما هيدخل حرب في أول أكتوبر وهو بيتعالج في باريس. لكن بعد أيام البطل أنور السادات كان بيقود الجيش المصري لتحقيق أعظم انتصار، الانتصار اللي كانت خطة الخداع أهم سبب فيه. وقبل ما الإسرائيليين يفوقوا من الصدمة، المصريين كانوا عبروا القناة وحطموا خط بارليف واستولوا على مواقع كتير في سيناء المحتلة. وجولدا مائير عاشت لآخر حياتها مصدومة ومريضة بسبب اللي عمله فيها السادات. رحم الله الزعيم والبطل والداهية الذي لن يتكرر مرة أخرى. احنا فعلنا ميزة العضوية في القناة. الميزة دي بتخلي اي حد منكم يقدر ينضم كعضو ويدعم القناة، وكمان يستفيد من شوية مميزات حصرية. من ضمن الحاجات دي اشارات مميزة جنب اسمك في التعليقات، ايموجيز خاصة للأعضاء بس، محتوى حصري مش هيكون متاح لغير المشتركين.